بيكم؟ ايه الاخبار؟ سؤال بيطرح على طول، بيدخل كده يعني. عايزه اقول كده انا نعمل مشهد تمثيلي صغير. دلوقتي انا حد بتاع جوده وداخل على مصنع، فبقول لحد انا عايز الاجراء التصحيحي للحاجه دي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عارف ليه بقى احنا وصلنا للسؤال اللي هو بيقوله ده؟ عشان احنا ما عملناش الاوديت صح. عشان حضرتك دخلت الاوديت وطلعت انسيس او طلعت حاجات غلط، وما تناقشتش ازاي هنقفلهم او ايه الفيزابيلتي انها اصلا تتقفل. بس لو طبعا سأل يعني ايه اجراء تصحيح من الاول، فانت اصلا مش عامل اويرنس اصلا المفروض يعملوا ايه. بصوا يا جماعه، الموضوع سهل. انا دلوقتي جيت لقيت عندك حاجه غلط. انا مش هتكلم عن احنا طلعناها غلط ازاي، يعني غلط دي معناها ان انت مش بتتبع حاجه تبع الشركه او حاجه تبع السلامه او حاجه تبع الجوده من اي شهادات انت اخدها او من البلد اللي انت فيها. حلو، طلعنا الحاجه غلط. هنفترض في سلم مكسور، فانا كده بخترق ايه؟ السلامه، الصحه والسلامه المهنيه. في سلم مكسور، ماشي. جيت لقيت ان السلم مكسور. يا جماعه ازاي السلم ده موجود هنا؟ ده ممكن عامل يقع من عليه. طب ازاي؟ طلعناها فاين. حلو، بعتلك قلت لك بعمل اجراء تصحيح. لا بص، انت هتعمل ايه بكل سهوله. اول حاجه هتعملها بكل سهوله، هشيل السلم المكسور. ده اسمه ايه؟ الكوركشن اكشن. كوركشن بقى، ده اول حاجه انا بعملها، واقول له خلاص تمام شلتها، واحط له الصوره واكتبها. تاني حاجه انا مش عايز يبقى في سلم تاني موجود، يبقى انا هروح اعمل لوج لكل السلالم اللي موجوده او للحد العامل المسؤول عن الحاجات بقى، السلالم والروبس والحاجات دي تبقى موجوده، واروح مسجل كلهم موجودين عندي، واشوف الديفكت فين واصلحه. هتصلحه دلوقتي النهارده؟ لا، هتصلحه، هتكتب لي معاك وقت ان يكون في الناس اوريدي انت صلحت الديفكت، عملت له دوكيومنتيشن، لان حضرتك ممكن تمشي بكره، فاللي بعديك لازم يبقى عارف وي هاف تو دوكيومنت ستاف. وعملت اويرنس سيشن للناس عشان تبقى عارفه، وخلاص الحاجات دي ما بتتكررش تاني. وبعدين انا عايز الايفيدنس بقى اللي انا قلت لك كلهم ده. انت هتحط لي الدوكيمنت اللي انت عملتها، هتحط لي اللوج اللي انت عملته، هتحط لي مثلا ممكن اللوج او الامضه بتاعت الناس اللي حضرت الاويرنس سيشن. هتحط لي مثلا لو انت حطيت يعني حاجات على الحيطه مثلا، كتبت عليها او علقت حاجات على الحيطه انه يا جماعه الحاجات دي بتتغير كل وقت معين، وتاكد عليه انسو. بس ببساطه ده لما حد يدخل عليك يقول لك اجراء تصحيح، انت مش هتصلح الكون دلوقتي، بس هنعمل حاجه صغيره جدا تشيل الخطر او تشيل الغلط، وبعدين نعمل لفتره معينه قد ايه. ويا ريت نبقى اكيرت شويه في موضوع ان احنا هنعملها خلال قد ايه. وفي حاجه مهمه جدا نسيتها، الاساين بيرسون. يا جماعه اي حاجه لازم يبقى ليها شخص مسؤول. اوكي، الاساين بيرسون ده مش كواليتي هو اللي بيأساينه، نو. انا دلوقتي بروح للسبوكس بيرسون بتاع المكان ده. فور اكزامبل مثلا مدير المصنع قال لي باشمهندس محمود هو المسؤول معايا عن الجوده، فانا بروح لباشمهندس محمود بقول له احنا هنصلح دي. باشمهندس محمود يا هو اللي هيبقى مسؤول قدامي، يا اللي هيجيب حد تاني اللي مسؤول عن الحاجات دي، المسؤول ان هو يشيل حاجات في المخازن، او المسؤول عن تغيير السيفتي جير، او المسؤول عن كده، هو اللي يبقى مسؤول قدامي ان هو يعمل الحاجه. فبحيث ان انت كده انت وصلت للسلم الوظيفي كله، بقى عارف انا بعمل كده ليه وازاي وامتى وفين. بعد كده لما هيجي حد يعمل عليك اوديت من اي حته او مع اي حد، انت خلاص انت فاهم السيري وراها ايه. شكرا ليكم، اشوفكم في مره ثانيه.